ازيكم يا شباب، ازيكم يا بنات، ازيكم يا اصحابي، احب اخواتي، عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتم شفتوا من الفيديو ان شاء الله هنشوف مع بعض او هنردد فعلنا او هنشوف مع بعض العداء العربي المغربي سفيان البقالي. النهارده لسه من شويه محقق ذهبيه سباق 3000 متر، ما شاء الله، يعتبر 3 كيلو جري متواصل ما شاء الله. وهنتكلم برده في كذا نقطه برده في ابطالنا العرب، وليه عندنا تقصير، وليه عندنا لعيبه كتير بتروح في الاولمبياد وبرده ما بياخدوش ميداليات او ما حققوش مراتب عاليه. فان شاء الله هنتكلم عن كل ده، بس شوف الاول ردة فعلنا على السباق بتاع سفيان البقالي في الاولمبياد. قبل ما نبدا تعمل لايك وشير سبسكرايب، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وان شاء الله تستفادوا، عشان عايز اتكلم في حاجات مهمه قوي ان شاء الله في نهايه الفيديو، فمحدش يقفل الفيديو. and action. مش كمان اول ما صورت طبعا شفنا البطل سفيان البقالي او البقالي ايا يعني كان، يعني البقالي اعتقد، فهنقول له الف مبروك عليك الميداليه يا بطل. عايز اقول بقى ايه يا جماعه كلمتين كده، اتمنى ان هم الناس تعرف ان شاء الله. لو نحسب كميه ميداليات العرب كلهم، يعني اقول او سفيان ميداليه، في 2 من قطر ميداليتين ذهب، انا بقول ميداليات الذهب، واحد من تونس ذهب اعتقد دول الذهب، وفي فضه لتونس برضو، وفي ما اعتقدش فضه تاني، في برونز بقى، في 2 برونز لمصر، واحده برونز للكويت، وواحده فضه كمان للاردن، اعتقد الاردن خدت فضه او ذهب مش فاكر. فاحنا شايفين يا جماعه كميه الابطال العرب اللي رايحين، وفي الاخر يعتبر الاولمبياد خلاص على الابواب هتنتهي، فاضل كام يوم لسه، فاضل العاب تانية، بس اعتقد يعني هم دول اخر الميداليات للاسف يعني. فتشوف كميه الالعاب يا جماعه، والعرب محققين كام ميداليه، 8 9 ميداليات متنوعه. ليه بقى فرق المستوى ده؟ للاسف عندنا اللعيبه ما بتحتكش بابطال بره، ما بتعملش معسكرات بره، لازم الاهتمام ده من اي اتحاد، على فكره اي اتحاد عربي. اما اشوف مثلا يعني مصر لوحدها يا جماعه رايحه ب 134 لاعب الاولمبياد دي، وكل دوره كده 136 اعتقد. الدوره اللي فاتت هي 2016 تقريبا، والدوره اللي فاتت 100 وحاجه. بص ما شاء الله مصر بتروح ايه يعني في اغلبيه الالعاب، ما شاء الله بتبقى مصر يعني ايه عامله ميداليات، وهي ابطال افريقيا في العاب كتير. تروح بقى الاولمبياد يبان فرق المستوى الجامد جدا. طب ليه يا جماعه؟ ليه الاتحاد بتاعنا ما بيعملش ماتشات ومعسكرات للاعيبتنا لبره؟ ما تعرفش. لان انت كل ما تعمل معسكرات او تلعب ماتشات مع لعيبه اقوى منك، اكيد مستواك هيعلى، فماتش مع ماتش مستواك هيعلى، وهتقدر تضاهي وتقدر بقى تلعب جامد مع لعيبه بره، سواء الصين ما شاء الله او روسيا. البلاد دي هي اللي ما شاء الله محتكره اغلبيه الالعاب. يعني تسال ليه يا جماعه الفساد ده؟ يعني ليه واحد من اللي واخد الفضيه من قطر، قطر المفروض اصلا مصري وهو لعيب مصر، بس مش عارف ايه حصل ايه مع الاتحاد، هو رفع الاذكار حاجه زي كده، فمش عارف ايه المشكله مع الاتحاد، فراح لعب باسم قطر. ودي مش اول حادثه تتكرر في الالعاب عندنا في مصر، لعيب مثلا مصري يلعب باسم دوله مثلا في الخليج، وبالذات قطر. يعني قطر هي اكتر دوله في العالم بتجنس لاعبتها. فليه يا جماعه الاهمال ده؟ ليه بتشوف فساد في كل حته؟ 134 يا جماعه لعيب يخرج ميداليتين بس من مصر. 48 لعيب من المغرب راحوا الاولمبياد، 48، ومصر 134. يعني بنقول يا جماعه ارقام فلكيه، يعني 48 وميداليه واحده للمغرب. طبعا برضو غلط من الاتحادات في المغرب، كذلك عندنا الصراحه. باستثناء كره اليد، يعني كره اليد ان شاء الله مصريه ان شاء الله، يعني ان شاء الله فيها امل ان هي المنتخب المجمع الوحيد العربي ان شاء الله ان هو يجيب ميداليه ان شاء الله باذن الله. هيلعب بكره ان شاء الله ربع النهائي ان شاء الله باذن الله، انا واثقين فيهم ان شاء الله باذن الله لهم يا جماعه. كنا بنقول برضه منتخب تونس كان في الطايره، بس للاسف طلع من دور المجموعات. منتخب مصر طلع من دور الثمانيه للاسف، يعني الدور اللي فات عدى دور المجموعات، وقلنا هنعمل حاجه، وكان منتخب حلو، بس للاسف مدرب ابن لذينه، مش عايز اغلط، المهم يعني طلع من دور الثمانيه. منتخب مصر كل ان شاء الله يشرفنا، يشرف العرب كلهم ومصر ان شاء الله باذن الله. بس ده الكلمتين اللي كنت عايز اقولهم بمناسبه الاولمبياد، واتمنى يعني بتاع النور عمال يقفل ويفتح. اتمنى اكون وصلت رسالتي ليكم، الناس تمشي الناس المسؤولين دول في الاتحاد، لان هم ناس فساد. انا مش عايز اغلط واقول الالفاظ، بس اتمنى يكون الفيديو كان يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وايه امسي عليكم، سلام. With